السلام عليكم. النهارده كان اول يوم ليا في ازاي استخدم الايجنت في البيزنس بتاعي، وطبعا كان لازم اعرف يعني ايه ايجنت ويعني ايه تول وافهم التول. ومن اهم التول اللي اتعلمتها النهارده كانت الام سي بي اللي خلتني اربط ما بين الايجنت وقناه اليوتيوب بتاعتي. كمان في تول زي الكونكتور، الاي بي اي، والبلت ان تول. الام سي بي تول زي ما قلت خلاني اربط ما بين الايجنت وقناه اليوتيوب بتاعتي، فلو جيت سالت الايجنت على اي سؤال في قناتي هيبدا يرد عليا. زي مثلا ايه عدد مشاهدات الفيديو الاخير بتاعي، هيبدا يرد عليا ويقول لي 10. ايه كام عدد اللايكات، هيقول لي 0، ده يعني ما شاء الله عليكم. كمان استخدمت اي اي ورك فلو وعملت فيكسد رولز، ان لو اي حد عمل كومنت جديد في الفيديو بتاعي يبدا يبعته للاي اي ايجنت اللي هيرد عليه بباترن معين يشبه الرد بتاعي، يبدا يبعت الرد. ملخص الكلام ان لو كتبت كومنت الايجنت هيرد عليك تلقائي في الفيديو ده. ليه انا اخترت الفيديو ده؟ لان الفيديو ده جايب 10 مشاهدات بس وجايب 0 لايك. تمام. لو دخلت دلوقتي على الفيديو ده، انا في كذا اكزامبل انا عملته. تمام. الاكزامبل الاولاني كتبت كومنت انا اللي كاتبه، والرد بتاع الاي اي كان كده، ولسه برضو كاتب ده ما شاء الله. استمر يا بطل. والاي اي برضو كتب الرد ده لوحده. تمام. طيب، لو انت ملاحظ اصلا في الباترن بتاعه اصلا محطوط له ايموجي. تمام. تعالى نكتب له كومنت برضو قدامك، نقول له ايه؟ اقول للقناه بتاعتي ايه؟ مفيش زيك. السلام عليكم. زي ما انت شايف. طيب الكومنت اتكتب. تعالى نتكلم شويه عقبال ما الايجنت ما يرد. اول حاجه طبعا هيستخدمنا زي ما قلت لك الاي اي ورك فلو، يعني ورك فلو اللي هو فيكسد رولز، بس زودت عليه الايجنت هيبدا يفهم ويرد، واعطي له باترن كمان يرد بيه. فايده اللي انا بعمله ده ايه؟ انا عندي بيزنس خاص بيا، وليكن انا بنزل محتوى على اليوتيوب. طبعا بيجي لي الاف الكومنتات مثلا يوميا زي ما انت شايف كده، ومش فاضي ان انا ارد. انا بصور فيديوهات، ممكن اخلي الاي اي يرد على الناس بباترن معين. مش كده بس، ده كمان يلخص الكومنتات ويبعتها لي. مش هقدر اقرا كل يوم الاف الكومنت. انا عايز ملخص كده مثلا. الملخص ده مثلا بيبقى برضو بباترن معين، ممكن يكون 10 يعني 10 سطور مثلا، او فاهم، ويروح باعت لي الملخص ده. مش كده بس، ده كمان ممكن اقول له كومنت معين واشوف هل في حد هيفكر فيه ولا لا. يعني مثلا فيديو، واشوف في حد هينتقدني بطريقه معينه ولا لا. ولو في حد، ما انا مش هبص على الكومنتات، ما هو الاي اي هو اللي هيرد. لو في حد هقول له مثلا ما تردش وبعت لي الكومنت ده، انا اللي هرد عليه. طيب خلينا نشوف كده هل في رد حصل ولا لا. السلام عليكم. زي ما انت شايف كده اهو. تسلم ايدك يا كذا، ده كلام بيشحن طاقتنا ويحفزنا نكمل. الله الله. طيب زي ما انت شايف برضو ان كله تقريبا بنفس الباترن. متحمس جدا ان انا اكمل في المشوار بتاعي، وان انا اعرف استخدم الايجنت، لان الايجنت ده بقى وظيفه اساسيه النهارده في حياتنا اليوميه.